أعطاف الأرض صلوح معكم من أرض المعركة من الحدود اليمنية السعودية، وأثناء تجوالنا وجدنا أحد الحوثيين الذي فقد أصدقائه وهو الآن هنا ليبث لهم رسالة. تفضل أخ حوثي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ أنا أخوكم أشتي أوجه رسالة إلى عبدو وسعيد المنكس وسعيد القرمزي، وأقول لهم ارجعوا إلى أرضنا هذه. يقول لك إنهم راحوا الحدود السعودية وهربوا. الكلام هذا ما يمشيش عندي، إنهم لبسوا عبايات. هذا الفلوس حقتي ترجع. ما عنديش الكلام هذا، أنا عندي هذا الخنجر. وأنا أقول لهم إذا ما رجعوا بسرعة أشتي أعمل أنا حكم ذاتي في بيتي لحالي. أيوة لحالي، وأرسل ابني عبدو الصغير، أرسله سفير لدى المملكة العربية السعودية، وأعمل معهم اتفاق أمني، وأخليهم يسلموهم لي عن طريق FBI، وأعذبهم تعذيب النار. جميل. للجماعة هذول الهربانين. جميل جدا. يعني نحن في هذه الأجواء الممطرة وهذا الرعد وهذا كذا، يعني أليس من هناك خبر تريد أن توجهه مثلا لأي شيء يضم في قناتنا نحن؟ أيوة. في أثناء أيوة. أنتم تبثوا كلامنا واعم؟ كلامنا نعم نحن نبث كلامنا. أنا عندي مشكلة عائلية، أنا جوزتي تقول لي أنت ما تعرف الرومانسية ولا تعرف الحقوق الزوجية، وأنا أقول من خلال البرنامج هذا كلامنا واعم أشتي أطلق جوزتي بدون ما أدفع المؤخر، لأنه المؤخر كثير. إذا كان يسووا لي حل. جميل بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا أظن بأننا توصلنا الآن إلى نهاية. برضو هذا مصطفى الآغا معكم. أنا مصطفى الآغا معانا في البرنامج. ممكن أقول له رسالة؟ وجه رسالة مصطفى إلى الأستاذ الحبيب وقلبي مصطفى الآغا. أنا إن شاء الله إذا كلامنا واعم حلوا الموضوع حقي وخلوني ما أدفعش المؤخر، أشتي أجمع فلوس وصلت من هنا وبيس من هنا ومن هنا، وأفتح قناة رياضية. أيوة، ويا ريت تشتغل معي يا مصطفى الآغا، أنا أحبك كثير، أنا أفدى ربك. مصطفى الآغا؟ أيوة، أنا أشتي أغني، أهدي له أغنية. لا، مصطفى الآغا يشتغل معك؟ أيوة، يشتغل عندي في القناة حقي إن شاء الله الجديدة، أشتي أسميها قناة الجبال. طيب جميل جدا. أوكي. بعدوا عن طريقنا، قرة الفول حقنا، قرة الفول حقنا، والبدا والقيل عليكم. بعدوا عن طريقنا، قرة الفول حقنا، قرة الفول.